ثانيه واحده كده، ليه بنفكر في المواقف اللي اتحرجنا فيها اكتر من المواقف اللي نجحنا فيها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاول كده احب افكركم، لو في كلمه واحده بس من الفيديو ده تقدر تغير في طريقه تفكيرك حتى لو بنسبه بسيطه جدا، فاتاكد انك مشترك في القناه. يلا بينا نبدا، يلا. تعرف ان مخك ممكن يفضل فاكر موقف محرج حصل لك من 10 سنين وينسى عشرات من مواقف النجاح اللي حصلت لك في حياتك؟ عمرك كنت نايم وفجأة افتكرت موقف محرج قديم حصل لك؟ زي كلمة قلتها غلط، موقف اتكسفت فيه، حاجة عملتها غلط قدام الناس. الغريب بقى في الموضوع ان يمكن يكون الموقف ده مفيش حد فاكره غيرك، وده لان مخك لسه محتفظ بيه. وده ليه؟ لان المخ متصمم ان هو يهتم بالخطر اكتر من الراحه. زمان كان الانسان بيحتاج يفتكر الحاجات الخطر اللي حصلت له علشان ينجو منها وما يقعش في الخطر تاني. فخلي بالك، لان عقلنا بيدي وزن اكبر للمواقف السلبيه، وعشان كده اوقات مجامله واحده وحشه تمسح عشرات من المجاملات الحلوه، ونقد واحد سلبي يعيش جوه دماغك اكتر من عشرات الكلمات الحلوه اللي اتقالت لك. تعرف المشكله الكبيره في ايه؟ المشكله ان احنا بنصدق كل اللي عقلنا بيقوله، فنفتكر ان الناس كلها مركزه معانا، مع ان الحقيقه اللي فيه كتير ما يعرفهاش ان كل واحد مشغول بنفسه وبس. تخيل معايا كده ان الناس كلها نسيت الموقف المحرج اللي حصل لك الا انت، ويمكن تكون سنين كتير عدت الا في دماغك انت لسه دماغك واقفه عند الموقف. وفي نهايه الفيديو ده احب اقول لك خلي بالك، لان اكبر سجن موجود في العالم هو موقف عدى والناس نسيته وانت لسه عايش جواه. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو في اي حاجه معلقه معاك يا ريت تكتبها لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.